فالمهم راح يتعلم الحكمة هذا الزلمة. فقال له شايف الجبل هذاك؟ قال له والله شايفه. قال له يذهب إلى الجبل، هناك عائلة حدثونا عنها، روح اتعلم أول شيء، اقعد عندهم أسبوع وانظر ماذا يفعلون وبماذا يسترزقون. فذهب الرجل، قعد أسبوع زمن. هالعيلة فقيرة مسكينة، يعني عدة أفراد. قالوا عندهم بقرة، كل يوم الصبحيات بحلبوها وهذه يعني بس خلص وجبة واحدة في اليوم، حليب البقرة. فالمهم نزل بعد أسبوع، فبقول له كيف الجماعة؟ الحكيم بيسأل. فقال له الشاب هذا والرجل، قال له والله جماعة فقراء مساكين على باب الله، يعني ما ليس حيلتهم إلا بقرة يحلبون منها كل يوم ويشربون حليبها. فالمهم بقول له طيب شو الحكمة في الموضوع يعني؟ قال له بتذهب إليهم الليلة وبعينك الله بتروح بتوقع البقرة من رأس الجبل. قال له يا سيدنا الشيخ هو بزبط هذا الكلام؟ يعني الجماعة بموتوا جوع. قال له انت شو إلك، مش بدك تعلم حكمة؟ قال له صحيح. قال له بتروح وزي ما بحكي لك بتسوي. فالمهم طلع الرجل متردد، اجر ورا واجر قدام، ماذا افعل ماذا؟ فالدنيا ليل والجماعة مبيتينا ومستضيفينا ومحترمينا ومقدرينا. فحرك نفسه وسحب البقرة إلى رأس الجبل، ثم رمى بها، رمى بالبقرة من هان. ومسكين يعني أخذت العاطفة الشديدة وشعر بالذنب الشديد وقطع قلبه، ولكن هرب وحتى ما ميلش على الحكيم، نسي موضوعه وغاب عنهم سنينا. ولما يعني أكلته القلق والأرق والتفكير والشعور بتأنيب الضمير، رجع. وكان يعني قد يعني بدنا نقول نذر إنه يرجع يخدم هذه العيلة يعني لحد آخر يوم في عمره، يعوضهم عما يعني فعل بهم من مصيبة. فرجع سأل عن الحكيم، فقيل له أن الحكيم قد مات. خرج صعد إلى الجبل، دور على العيلة، دور على الخيمة، دور على الدار القديمة، فما وجدهم.